ما تيجي احرق لكم ماتشات منتخب مصر الباقيه في كاس العالم 2026. عندنا ماتش في دور ال 32 مع استراليا، بس لاعبتنا مصابه ومحمد صلاح وياسر ابراهيم وعدد كتير من اللعيبه، وانت مكمل معايا كده. احنا لو ما كسبناش استراليا دي فضيحه. هنعدي باذن الله من استراليا وهنوصل للارجنتين بعد ما يكونوا كسبوا الراس الاخضر. ميسي عامل اداء عظيم من اول ما البطوله ابتدت، هاتريك في جونين ودور المجموعات دايس على المجموعه ميسي لوحده. ميسي بيجيب اجوان لوحده في الارجنتين، محدش بيجيب معاه، شبه ان ميسي هو اللي بيجيب لوحده. ميسي عامل لحد دلوقتي بطوله عظيمه، الهداف التاريخي لكاس العالم، كل الارقام بتسند ميسي وبتثبت ان هو الافضل في البطوله دي وفي تاريخ كاس العالم. كل الناس غالبا متوقعين هيكسب الراس الاخضر، وفعلا هيكسب الراس الاخضر. الارجنتين هتعدي عشان تكسب الكسبان من مصر واستراليا، من مصر واستراليا اللي هي غالبا مصر اللي هتعدي، علشان ده مش حاجه للتكلم، عشان احنا لو طلعنا من استراليا فدي فضيحه كمنتخب مصر. الارجنتين هتقابل منتخب مصر في دور ال16، هنطلعوا منتخب مصر؟ لا طبعا مش هنطلع منتخب مصر. نهايه الحلم للارجنتين وبدايه حلم جديد لمنتخب مصر، علشان منتخب مصر يطلع البطل وياخد الثقه لحد نص النهائي او لحد النهائي كمان، الله اعلم. الارجنتين هتودع البطوله على ايد الفراعنه باذن الله. اقدر اعمار لعيبه الارجنتين كبيره، وان شاء الله يكونوا تعبوا ونكسبوا ونعدوا لدور ربع النهائي عشان نقابله يا الجزائر يا كولومبيا. والجزائر كعبنا عالي عليهم كده كده، واخدين بقى الثقه بتاعت ان احنا مطلعين الارجنتين البطل، هنكسب الجزائر او كولومبيا ايا يكن، ونوصل لنص النهائي نلاعب بقى انجلترا او البرازيل. وهنا بقى خلاص الثقه خلصت هنا، وخلاص هنطلع من البطوله وتبقى من اعظم البطولات اللي مصر لعبتها في تاريخها، علشان نثبت ان احنا مش بس اداء مشرف، لا احنا اداء ونتيجه وكل حاجه. مستني اسمع توقعاتكم لمنتخب مصر في الكومنتات، هيروح لحد فين وهنوصل لحد فين؟ كل الناس بتقول يا رب. مستني برضو توقعاتكم في الكومنتات، هل انا بافور وفعلا مستحيل مصر تطلع الارجنتين، ولا منتخب مصر ممكن يعمل المعجزه ونطلع البطل اللي هو الارجنتين؟ مستني اسمع رايكم في الكومنتات. ما تيجي احرق لكم باقي ماتشات البرتغال في كاس العالم. اول ماتش البرتغال هتلاعب كرواتيا في دور ال 32. جيل كرواتيا اغلبه كبر ومش هيعرفوا يتعاملوا مع البرتغال. البرتغال هتكسب كرواتيا وهيعدوا لدور ال 16. الناحيه الثانيه اسبانيا هتكسب، ده المنطقي والطبيعي، ويتقابل البرتغال واسبانيا في دور ال 16. هنطلع البرتغال في دور ال 16 اكيد؟ لا. وكريستيانو، والفيديو ده اصلا معمول ليه؟ فكريستيانو هيكمل واسبانيا هتطلع من دور ال 16. بس الراس الاخضر لما يتعادلوا معاكم فالمفروض كريستيانو يعرف يكسبكم. هيقابلوا مين بقى في ربع النهائي؟ كسبان غالبا هيبقى السنغال، هتكسب بلجيكا. السنغال هم اللي هيقابلوا البرتغال، وهنا البرتغال برضو تكسب عشان يروحوا نص النهائي، عشان يقابلوا فيه غالبا فرنسا. وغالبا وبنسبه كبيره البرتغال هتودع البطوله وهيطلعوا من نص النهائي. تقسيمه الماتشات والطريق اللي ماشى فيه كريستيانو كان فعلا صعب على البرتغال. توقعاتكم لمنتخب البرتغال وهيطلع من الدور الكام؟ مستني اسمع رايكم في الكومنتات. كان معاكم زيكا، ما تنساش الفولو. 3 احتمالات لمنتخب مصر لو صعدنا من المجموعه، محتاج تبقى مركز معايا عشان الدنيا معقده في الحسابات شويه. الاحتمال الاولاني هو اننا نصعد المركز الاول، هنلاعب المركز الثالث من المجموعه ايه اللي هي غالبا الاكوادور. المجموعه اتش هي كاب فيردي يا السعوديه، والمجموعه اي غالبا السنغال. انتوا شايفين السنغال دي؟ احنا كده راجعين بالذكريات ورا، ربنا يستر. او الاحتمال الاخير ان احنا نلاعب الثالث من المجموعه جي وهو الجزائر، ونقدر نتاهل لدور ال 16 والله. طب لا قدر الله لو باظت وتاهلنا المركز الثاني، هنلاعب الثاني من المجموعه دي وهو غالبا يا الباراجواي يا استراليا. استراليا دي شبه نيوزيلندا كتير، كانت معانا في المجموعه ودوسنا عليها. اتاهلنا ثالث والدنيا ضلمت خالص، هنلاعب الاول من المجموعه اي اللي هو غالبا يا فرنسا يا النرويج. ربنا يستر على التخيشه دي. لو احنا اتاهلنا ثالث هنلاعب الاول من المجموعه بي، كندا وسويسرا. احنا لو والله لو طلعنا اول هنسهل الدنيا خالص، وحتى تاني برضو الدنيا حلوه. ثالث دي بتحط نفسك في ريسك ملوش لازمه. مستني اسمع رايكم في الكومنتات، هل فعلا لو اتاهلنا اول مضمون ان احنا نعدي دور ال 32 ونروح ال 16، ولا عادي كده كده هنتاهل احنا كده كده مصر؟ كان معاكوا زيكا، ما تنساش الفولو، ما تنساش الفولو. كان معاك زيكا، ما تنساش الفولو. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يا كريستيانو؟ والله غير متوقع. قاعدين لسه بندور نكسب منتخب كونغو، اداء بهتان من لعيبه المنتخب البرتغالي، ومش عارف الحر بقى ولا مش عارفين ايه اللي بيحصل. كريستيانو شبه مش موجود في الملعب. بص يا كريستيانو، واحده واحده كده انت كده مروح. اول ما تنزل لفرقه جامده لا هتروح كده. الناحيه الثانيه الكونغو لما اتعادلت معاك يا لهوي، الكونغو الشعب هناك فرحانين بشكل غير عادي، كسبانين كريستيانو. بص يا صاحبي، انت لو هتكملوا بالاداء ده ما
تجيليش تعيط في ربع النهائي او ال16 تلاقيك طالع تقعد تعيط. انت المفروض تقف واقفه مع اللعيبه تزعق وتعمل. انت مع احترامي فيتينيا بيطلع 100 من الاداء ده. فيتينيا مقرف النهارده. فيتينيا قاعد بيستحوذ استحواذ سلبي كله، اللي هو ماسكين الكوره قاعدين بنفليكس بس كده على الكونغو. ميسي جايب هاتريك ومصر متعادله مع بلجيكا والدنيا كلها شغال. البرتغال لسه بقى ايه جايين بنفكر كريستيانو عايز يتاهل اصلا من المجموعه، هيعمل ايه مع باقي المجموعه؟ مش هكمل طبعا.